زراعة الكلى تعتبر خيار ممتاز للمرضى ليعانون من فشل كلوي أو ليأخذون غسيل كلى. بالنسبة لزراعة الكلى من متبرع حي، يعني ناخذ الكلى من شخص حي، نقدر ناخذ الكلى يا إما عن طريق عملية جراحية مفتوحة أو هسه بالأيام. هاي عندنا طرق المنظار أو الروبوت، فالجراحة تكون جرحها جدا صغير. نطلع الكلى من المتبرع، والمتبرعين يتعافون بسرعة ويطلعون من المستشفى خلال يومين أو 3. وبالمستشفى يتم زرع الكلى للمرضى المستلمين. ونتائج زراعة الكلى سواء من متبرع حي أو من متبرع متوفى دماغياً، يعني الكلى المأخوذة من أشخاص متوفين دماغياً، جداً ممتازة بسبب تطور تقنيات الجراحة وتحسن أدوية تثبيط المناعة. هي خيار ممتاز للمرضى اللي على غسيل الكلى. وإحنا نقدر نسوية زراعة كلى حتى لو كانت فصائل الدم مختلفة. حتى المرضى اللي ما عندهم نفس فصيلة الدم، نقدر نسوية زراعة كلى من فصائل دم مختلفة عن طريق تعديل بروتوكول أدوية تثبيط المناعة. وزراعة الكلى تساعد المرضى يرجعون لحياتهم الطبيعية ويتحررون من غسيل الكلى، ويقدرون يعيشون حياة جدا ممتازة. شكرا.